سؤال مهم، المادة الدراسية تراكمت علي يا أستاذ، إيش أعمل؟ ما تعمل ولا شيء، بدك تعرف إنه أنت وكل الطلاب حتى المتفوقين حتى الأوائل على مستوى المملكة، المادة الدراسية بتتراكم عليهم خلال الفصل الدراسي، الوضع طبيعي، خليني أوضح لك هاي النقطة، نتخيل إنه هاي هي المواد الدراسية، وهي هي ذاكرتك وعقلك ووقتك وكل الموارد اللي عندك. مع بداية الفصل الدراسي رح تأخذ جزء بسيط من كل مادة، فأنت بهاي الحالة رح تشعر إنك أنت مسيطر على المواد الدراسية، لأنك بتاخذ كم بسيط جدا من المعلومات. لكن مع استمرار الفصل الدراسي وانت بتاخذ رياضيات وبتاخذ انجليزي وبتاخذ فيزياء وبتاخذ عربي، راح تحس حالك انك هون في هاي الحالة بدأت تفقد السيطرة على المواد. مع نهاية الفصل الدراسي راح تحس بشكل او بآخر انك فقدت السيطرة التامة على هاي المواد، وبالتالي هون راح تصير مشكلتك اللي انت بتشكي منها دائما، انه انا هون المادة تراكمت علي. طبعا هاي هي المشكلة، لكن انت عندك نقطتين اساسيات مهمات جدا، انك انت خلال الفترة الدراسية بتكون تعودت على الدراسة وبالتالي ذاكرتك صارت اقوى، وبالتالي ذاكرتك ما بتصفي مثل هذا الحجم، ذاكرتك راح تصفي مثل هذا الحجم. والنقطة الثانية اللي بدي احكي لك اياها، انه انت راح تصل لمرحلة راح يخلص دوام المدرسي، وبالتالي راح يصير معك وقت طويل جدا جدا، وبحيث انك تستطيع تسيطر على جميع المواد الدراسية بعد الانتهاء من الدوام المدرسي والاستعداد للامتحانات الوزارية. وبالتالي راح تصل لمرحلة انك انت تكون جاهز لدراسة جميع المواد الدراسية والاستعداد للامتحان الوزاري. بحلقة اليوم بدي اتكلم عن تصميم جدول الدراسي اليومي، اللي بيعتمد على انك تكون عارف مستواك الدراسي، وعلشان هيك ضروري تكون حاضر الحلقة الماضية. وكذلك بيعتمد على عدد الفترات الدراسي اليومية. انا خليني اسألك سؤال، هو كم فترة دراسية في اليوم؟ الطالب بيحكي انه انا بداوم الصبح في المدرسة، فترة الدوام المدرسي، وفترة ما بعد الدوام المدرسي لما اروح على البيت. هو فعليا عندك 3 فترات دراسية. الفترة الأولى هي فترة سحرية، فترة ذهبية من أهم عادات الطلاب المتفوقين، فترة ما بعد الفجر قبل الدوام المدرسي. الطالب بيملك من ساعة لساعتين قبل الدوام المدرسي. بهاي الفترة إيش ممكن تستغلها وكيف ممكن تستثمرها بالشكل الصحيح؟ إذا كان مستواك الدراسي ممتاز بجميع المواد، ممكن تدرس فيها الدروس اللي بتعتمد على بعضها البعض، سواء مادة الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، النحو والصرف. وإذا كان مستواك الدراسي ضعيف بإحدى المواد، مثلا تكون ضعيف بمادة الإنجليزي، راح أحكي لك كل يوم ادرس إنجليزي قبل الدوام المدرسي. لو افترضنا أنك درست بعد الفجر ساعة واحدة إنجليزي لمدة شهر، بتكون درست 30 ساعة، هيك مستواك بيتقدم وبيرتقي وبيتطور. في هاي الحالة إذا كانت الإنجليزي لساتها أصعب مادة، ضلك ادرس إنجليزي، أو ممكن تستبدلها بمادة أخرى. وممكن كمان تستثمر هاي الفترة بأنك تدرس المواد اللي بدها حفظ النصوص والمواضيع النظرية للمواد. وأما فترة ما بعد الدوام المدرسي، ممكن نقسم اليوم ل3 جلسات بحيث تكون الجلسة أقل من ساعة. لكن خلينا نفترض المعطيات التالية، عندك يوم الأربعاء امتحان رياضيات ومسجل بدرس تقوية لمادة الكيمياء يوم الاثنين، وعندك ضعف شديد بمادة الإنجليزي. إذا كان عندك امتحان أسبوعي لمادة الرياضيات يوم الأربعاء، ادرس يوم الثلاثاء. وإذا كنت مسجل لدرس تقوية يوم الاثنين في الكيمياء، راح ندرسها بنفس اليوم بيوم الاثنين. وإذا كان عندك ضعف شديد بمادة الإنجليزي، ادرسه بعد الفجر يوميا، وممكن نخصص له يوم. وعشان ما تمل ممكن نخصص أول جلستين لمادة معينة والجلسة الثالثة لمادة أخرى. إيش بضل عندي مواد؟ مثلا دين، تاريخ، أحياء، عربي، بنوزعه حسب الجدول، فبصير عندنا الجدول كالتالي. هذا الكلام خاص من يوم الأحد ليوم الخميس. أما يوم الجمعة، يوم السبت، أيام العطل، كيف ممكن أستثمرها؟ بستثمرها على النحو التالي. ممكن أخصص فيها مواد الطابع النظري اللي بدها حفظ، وممكن أراجع فيها الدروس اللي ما كانت دراستي فيها بشكل كافي، وممكن أدرس فيها الدروس الصعبة، وممكن أستعد فيها لامتحان إذا كان في الأسبوع القادم في امتحان مدرسي. أنا بهاي الحالة ما أعطيتك سمكة، أنا علمتك كيف تصيد سمك. بدي إياك تدخل الآن على موقع الأوائل وتحمل جدول الدراسي اليومي وتعبيه حسب معطياتك، وكل طالب عنده معطيات تختلف عن الطالب الآخر. لكن بدك تنتبه، لازم يكون برنامجك واقعي، برنامجك مرن ممكن تغير فيه، وهذا البرنامج لازم يكون عندك نية جادة للالتزام فيه. الموضوع بده كثير تفاصيل، رح أتكلم عنها في الحلقات القادمة، فإلى اللقاء.